مساء الفل يا حلوين. يلا بينا نذكر الله ونصلي على النبي، ويلا نخش على فيديو مشتريات عطارة ومستلزمات بيت. ان شاء الله يعجبكم، وهقول لكم الاسعار في الاخر. اول حاجة كده انا بنزل السوق مثلا كل اسبوعين، لما الحاجة ما بتخلص بجيبها. في حاجات بتقعد لفترة كبيرة زي زبدة فيرنزي، بتقعد يمكن شهر شهر وي كمان. ففي حاجات بكررها وحاجات بجيبها كل مرة. زي مثلا الرز البسمتي، الشاي الأخضر، اليانسون، التوابل، ده توم باودر، بصل باودر. يعني في أساسيات كده هي مكررة معايا كل أسبوع أو 10 أيام، على حسب ما حاجتي بتخلص. فهقول لكم الاسعار الحاجه اللي انا جايباها، واقول لكم الحاجه اللي بتفيدني في قلب بيتي، وان شاء الله ان شاء الله هي كمان هتفيدك. وعلبة كده كاتشب مايونيز، دي أساسية في قلب التلاجة. بحب أجيبها من اللي هي الحجم الصغير، علشان خاطر تاريخ الصلاحية وكده، من ما بتخلص بجيب غيرها. جبت كمون، جبت كركم. الفشار طبعا الولاد ما يستغنوش عنه، ولا أنا بحب الفشار جدا يعني. لو جعانة بالليل كده بعد المغربية، بعمل شوية فشار كده حلوين بأي طعم من الأطعمة. جبنة، شطة، طماطم، اي حاجة في اطعمة كده عند العطار بجيبها، بصراحة بيعجبني جدا. ده زيت زيتون، نوع ممتاز، فقلت اجربه، يعني ده تاني مرة اجيبه. بصراحة هو غالي شوية بس حلو. طبعا خلطة الكفتة دي اللي هي لزيادة الكمية دي، برضو ما بستغناش عنها في قلب مطبخي. يعني كل مرة كده بجيب واحد اتنين. دي شوكولاتة اللي هي بالحليب، يعني تنفع اكل وتنفع حلويات. لو انا بعمل حلويات اكيد هنستخدموها في فيديوهات جاية ان شاء الله. و ايه تاني جبت؟ جبت ربع كيلو كده من السوداني. قلت برضو السوداني مفيد، وكمان ممكن تعملي بيه حلويات، تدخلي في مكسرات. يعني وجوده مش بيخسر، في حاجات كده وجودها مش بيخسر. دي نص كيلو من الطحينة، كل ربع لوحده. طبعا برضو الطحينة من الحاجات اللي هي لازم أن تكون موجودة في قلب، في أساسيات كده لازم أن تكون موجودة في قلب بيتك. البسبوسة أنا جبتها المرة دي أول مرة أجيبها، يعني من فترة ما جبتهاش. فكيس البسبوسة قلت يلا بقى بعمل لهم حاجة حلوة كده. فقلت أجيب كيس بسبوسة بتتعمل في البيت. طبعا طريقتها سهلة ومكوناتها بسيطة كمان. جبت برضو نص كيلو من السميط. انا مش جايباه للبسبوسه، يعني كده كده كيس البسبوسه جاهز، بس انا جايباه عشان احطه تحت البيتزا، افرد بيها البيتزا من تحت. بصراحة بيديها طعم جميل جدا. الدقيق برضو، دي 5 كيلو كده من الدقيق. الدقيق من الحاجات اللي انا ما استغناش عنها، والرز والحاجات دي. بجيب ب5 كيلو، 10 كيلو. انا مرضتش اكتر المرة دي عشان الشيلة بس. هقولك بقى الاسعار، وان شاء الله تكون مناسبة للجميع. الشاي الاخضر ده ب45 جنيه. انا بحب الشاي الاخضر انا وجوزي بصراحة. بنشربه كده بدون سكر، صحي، وفي نفس الوقت طعمه حلو، على فكرة بدون سكر طعمه حلو. زبدة فرن ب145. هي قبل كده كنت بص أيام ما كنا بنجيبها ب50 جنيه و60، طلعت بقت ب80، طلعت بقت ب100. النهاردة يعني آخر مرة كنت جايباها ب120، النهاردة ب145. تمام. الربع كيلو من الطحينة ب30 جنيه، لان انا جايبة النص ب60، يبقى الربع ب30. الرز البسمتي، الراجل قال لي فيه ب50، فيه ب60، فيه ب70. قلت له هات لي ابو 60. طبعا انا بحب اوسط الحاجة، يعني لو اداني اختيارين ثلاثة، انا بحب الاختيار اللي في النص بصراحة يعني. ولا اللي هو رديء ولا اللي هو عالي قوي. انا بحب الاختيار اللي في النص. تمام. اللهم صل على النبي. البسبوسة، آه كنت جايباها كيس ب30 جنيه. السوداني برضو الكيس البسبوسة ب25 جنيه. تمام، هو اهو بان في الفاتورة. انا قلت الراجل يكتب لي فاتورة علشان ايه ابقى عارفة الاسعار بالتحديد.
ايه تاني او الشوكولاتة دي ب35 جنيه. هي نوعها من سما طبعا، سما نوعها حلو يعني، هي مصرية ونوعها جميل. شوية الفشار دول، الفشار دول ب20 جنيه. دول بيعملوا معاكي كمية كبيرة على كذا يوم، يعني مش بيخلصوا في يوم واحد. اللي ب20 جنيه دول ممكن يقعدوا معايا مثلا 4 5 مرات، لان انا بعمله ليا لوحدي. خلطة المفروم برضو، آه مش فاكرة بكام، استنوا هشوفها في الفاتورة. تقريبا ب12 ب15 حاجة زي كده. ايه تاني الدقيق اللي انا جايباه دي لجميع الاغراض، كان عامل 19 ونص الكيلو. التوابل انا بجيبها 10 جنيه 15 جنيه بالكتير، مش بحب اكتر. قلت يعني العطارة بالذات اللي هي التوابل، منين ما بتخلص بجيب غيرها، يعني مش بحب اكتر الكمية. تمام. دي برضو شوية حاجات جبتها من محل تاني، ما بستغناش عنها. ده لب بدون ملح، انا بحب اللب اجيبه بدون ملح. هو اللب على فكرة مفيد جدا، بس الضر فيه الملح بتاعه الزيادة. تمام. رجلي ابني باينة مش مشكلة. ده النسكافيه او الكابتشينو بتاعي، بحبه كده بطعم الشوكولات او الموكا. بيبقى طعمه حلو جدا. ده الواحد عامل 15 جنيه. ده العشق بتاعي بصراحة، كل يوم كده لازم اعمل لي كوباية كده المغربية بصراحة يعني. ده تمر. انا بحب اجيب العلبة اللي هي فيها العرض دي، بتبقى علبتين، منين ما بخلص بجيب غيرها. دي اساسي برضو عندي انا وجوزي، يعني اللي هو ناخد، انا بصراحة باخد تمرة او 3 تمرات، جوزي بياخد 5، اللي هو يعني سنة عن الرسول. طعمه حلو جدا، من شركة الطحان، بيبقى عامل كده عرض. زي ما قلت لكم بيبقى عامل 120 جنيه، وفي بعض المحلات بيقولوا لك 130. يعني كل محل بيختلف عن التاني. زي ما انتوا شايفين كده. ده يعني من ضمن الحاجات الأساسية في قلب بيتي، مستغناش عنها. واللهم صل على النبي برضو، يعني ده برضو تكملة الجزء اللي انا جبته من المحل ده، بتاع حلويات وكده. دي مكسرات دي برضو يعني مش دايما طول الوقت بنجيبوها، بس بنجيبه برضو. ما بنستغنوش عنها لانها حلوة جدا، وللذاكرة وللاطفال وللكبار، وفيها اوميجا يعني بصي فيها فايدة كبيرة جدا. تمام. زي ما قلتلك اسعار الحاجة اللي انا جبتها من العطارة قلتلك عليها، وقلتلك برضو اسعار الحاجة دي. ده بيبقى مكتوب عليها كده تمنها. واحلى حاجة بتيجي في الكيس ده محكم الغلق، بتقفليه بمنتهى السهولة. وده اللب الابيض اللي بدون ملح. يا رب ما نكونش طولت عليكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد.